أهلي وزمالك. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي قبل بدايه الفيديو. والنهارده ان شاء الله مقارنتنا بين محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد. واول حاجه نبدا بيها وهي عدد الاهداف. محمد عبد المنعم جاب 10 اهداف، اما حسام عبد المجيد فجايب 9 اهداف، ودي ارقام عاديه لاي مدافع. دلوقتي هنخش في الالقاب الجماعيه. محمد عبد المنعم ماخد دوري مصري 3 مرات، وماخد كاس مصر مرتين، وماخد دوري ابطال افريقيا مرتين، وماخد كأس السوبر المصري 3 مرات، ماخد كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة، وماخد المركز الثالث في كأس العالم 3 مرات. أما حسام عبد المجيد فجاب الدوري المصري مرتين، جاب كأس مصر مرة واحدة، وماخد كأس الكونفدرالية مرة، وماخد كأس السوبر الإفريقي مرتين. كده النتيجة 2-0 لمحمد عبد المنعم. دلوقتي هنخش في الجوائز الفردية. محمد عبد المنعم ماخد جائزة أفضل مدافع في حفل توزيع الجوائز كرة القدم في الشرق الأوسط مرة واحدة، وماخد جائزة أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. أما حسام عبد المجيد فماخد جائزة أفضل مدافع في الدوري المصري. وكده نكون خلصنا حلقتنا، وما تنسوش تقولوا نقارن بين مين ومين، وما تنساش برضو الاشتراك في القناة.